فلذلك نحن بحاجة ماسة جدا إلى تفسير علمي للقرآن، تفسير علمي للقرآن. وإلا عندنا آيات كثيرة هسه ما نعرف تفسيرها، هيك يمر عليها المفسر مرور الكرام لأن ما يعرف، احنا ضالين هم ما نعرف. مثل ايش؟ مثلا العلم يقول طلعنا مركبة فضائية خارج الأرض واخذنا صورة للأرض لقيناها كروية بشكل كروي بيضوي، ويراويك الصورة يقول لك تفضل. شو تقول له؟ تقول له نعم. أجل القرآن الكريم يقول لي لا مو كروية، والأرض بسطناها مفروشة. تجي آية والأرض فرشناها. زين، منا القرآن يقول لي مفروشة، العلم يقول لي كروية. شلون هاي الدوخة هذه؟ هسه دخت أنا مو منو اللي هو ماكو تنافر، ماكو تصادم، ماكو توافق. يعني العلم من يقول كروية يحكي صحيح، القرآن من يقول بسطناها يحكي صحيح، بس اللي يفهمني شلون هذا صحيح وهذا صحيح منو؟ التفسير العلمي للقرآن. هذا مفقود، ماكو إلى حد هاي الساعة ماكو. ونحن قلت لك بأمس الحاجة متقوقعين على التفاسير الكلاسيكية. نريد نتطور، نخطو خطوات كبيرة في مجال التفسير.